معلش يا جماعه انا اسف يعني، بس الجنه غاليه، الجنه غاليه قوي، مش اي حد يخش الجنه. معلش، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فمش اي حد يخش. عايز تخش الجنه من غير ما تعمل مجهود؟ يا جدع ده انت ايه ده؟ هو في كده؟ بقول لك مكان فيه صحابك، في اهلك باذن الله، في النبي صلى الله عليه وسلم، هتشوفه وش لوش، هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم وش لوش واقف قدامك، الملائكه هيسلموا عليك، في الدلع، في اكل، في شرب، في ضحك، في هزار، مفيش كلام عن الناس، مفيش شتيمه، مفيش قله ادب، في انهار من عسل ومن لبن ومن ميه، في كل حاجه انت بتفكر فيها ونفسك فيها تلاقيها قدامك في ثانيتها، قدامك على طول. كل حاجة انت عايزها موجودة في المكان ده. هل انت فاكر ان المكان ده بالسهل تخشه؟ وبعدين ايه ده انت بتفرم نفسك عشان تجيب لك فيلا ولا تجيب لك شقة ولا تجيب لك حاجة في الساحل. بقول لك قصر طوبة من ذهب وطوبة من فضة، وفوق كل اللي انا بقوله لك ده فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني فيها اصلا حاجات انت مش فاهمها. كل الكلام ده بقى سيبه على جنب كده، ورؤية ربنا سبحانه وتعالى. هتشوف اللي خلقك، هتشوفه. انت متخيل؟ هتشوف اللي خلق الكون ده كله، هتشوف رب العالمين سبحانه وتعالى، هتشوفه. هتشوف الملائكة وهي حوالين العرش بتسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. شوف حاجات انت نفسك تشوفها، انت هتموت وتشوفها، هتشوفها هناك. هل تفتكر ان الموضوع مش عايز مجهود؟ لا، عايز مجهود. قوم صلي فروضك، افرم نفسك، صلي فروضك. يا ابني الجنة، يا ابني الجنة يا حبيبي، فوق، اصحى، صحصح. عايز اخش اجيبك من جوه الشاشة من هنا.